تخليدا منها لذكرى شهيد القسام والمقاومة الفلسطينية مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، دشنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس نصبا تذكاريا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة قال في كلمة له عند افتتاح المعلم التذكاري بأن المقاومة تقف وقفة عرفان للقائد الزواري الذي دخل القطاع عدة مرات ليضيف إلى صناعتها إضافة نوعية. بعلمه ومشروعاته وإبداعه فأدخل إلى منظومات المقاومة إضافات نوعية في مجال طائرات الأبابيل. فالقائد الزواري أبى على نفسه أن يكون رقما مجردا في سجل العلماء والمبدعين أو أن يكون اسما عابرا في ذاكرة الأجيال، فحقق الله أمنيته قبل استشهاده وبعد استشهاده. من جهة أخرى وتعقيبا منه على تسريبات لوسائل إعلام الكيان الصهيوني حول مضمون تقرير مراقب الدولة الصهيونية حول عدوان 2014 على القطاع المتوقع نشره قريبا، والذي اتهم حكومة الكيان الصهيوني بالتقصير في تقدير خطر أنفاق المقاومة الفلسطينية، أوضح الناطق باسم القسام أبو عبيدة أن تقرير المراقب الصهيوني يؤكد حجم فشله، وأضاف أن الأيام القادمة ستحمل المزيد من دلائل الفشل والإخفاقات في ملفات أكبر وأخطر.